شلونكم يا حلوين؟ شو أخباركم؟ زمان عنكم، والله زمان زمان. حكيت خلينا نجتمع اليوم ونحكي عن شغلات كتير وكتير كتير مشتاقة لكم. طمنوني عنكم، شو أخباركم؟ كيف الكآبة معكم؟ هلا احنا قربنا على جو الخريف، وبتعرفوا الجو يا عيني يا ليل. لما يصير خريف ندخل في كآبة ما بعدها كآبة. شو رأيكم نحكي بهذا الموضوع عن الخريف، عن الكآبة، وعن شغلات كتير. واليوم في موضوع مهم كتير كتير لازم أحكي معكم. يا منى يا منى، يعني التفكير في هذا الموضوع بخليني أوقف كل أهدافي. الكآبة بحس أهدافي بتوقف عن جد بالشتاء، خريف بحس كل أهدافي توقفت. لازم نحكي عن هذا الموضوع، إنه نلاقي حل. لازم يكون عنا هدف، لازم يكون عنا شو كمان إنجازات. أنا بحس كل إنجازاتي وأهدافي بتتوقف. يوه ضحكتيني يا سارة، حتى بالكآبة عندك إنجازات وأهداف. يا أختي حلي عني الكآبة، إلها صحن كنافة ولا صحن حلاوة الجبن ولا صحن شوكولاتة. هذه هي الكآبة. كآبة أكل حلويات كتير وضحك. حتى لو إني مكتئبة بحب أضحك. بحب أضحك أنا. بصوا بقى، الكآبة لما أنت تكبري الموضوع أكبر من حجمه وتدخلي في المود، أو عاوزة تزعلي نفسك تدخلي في الكآبة وتحسي الدنيا قفلت في وشك خالص. بس الكآبة ممكن بسبب الجو، ممكن بسبب حاجة نفسية، بس لازم نخرج منها. إزاي؟ أكيد منى عندها الحل. منى أم الحلول. يا منى. أما رنا الكآبة عندها صحن كنافة أو صحن حلو أو شوكولاتة، دي الكآبة عندها تحل المشكلة بتاعتها بالحلويات. أما سارة يا عيني على سارة، بتحب لكل حاجة حتى في الكآبة عاوزة هدف. هدف إيه يا أمو هدف؟ مش أنتوا بتقولوا لي أنا أم الحلول؟ حاضر نعيوني. هلأ أنا اكتشفت إنه الكآبة، إحنا على قولتكم إحنا بنعمل كآبة لحالنا. ليش ما ندور على طريق السعادة؟ اكتشفت اليوم سر السعادة، إنه السعادة ممكن تكون بشغلات بسيطة. نطلع من دور الكآبة، إحنا ما بدنا نحكي على الكآبة. كل ما بنحتاجه هو ضحكة، ابتسامة، مشاركة مع حدا، حب في لحظات حياة كتير كتير بسيطة وصغيرة. بنشارك حدا بعمل، بشغل، بأي شيء لو بسيط، شغلة بسيطة بتحلي موضوع الكآبة اللي عندك وبتدوري على طريق السعادة. هاي فكرتي، شو رأيكم؟ إيش يا منى شو حكيتي؟ ابتسامة، حب. حلو الموضوع، بس في الواقع السعادة حبيبتي مجرد مشاعر. احنا بنعيش بعالم كله تحديات وضغوطات. كيف بدنا نكون سعيدين؟ كيف؟ السعادة بس مش مجرد فكرة حبيبتي بنحكي فيها. السعادة اشي عملي، ولازم يكون عندك انجاز ويكون عندك تحقيق اهداف. هيك السعادة. هذا رأيي انا كمان. يا عليكي يا سارة، يا عليكي يا سارة، حتى في السعادة عندك كمان اهداف. الله اكبر، شو هيدا يا سارة يا حبيبتي؟ السعادة هي لما يكون عندك موقف كتير 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 جدي وهيك الكل معصب، وفجأة يجي لك حدا يعطيكي هيك ضحكة بالنص. يا الله شو موقف بيكون حلو، بضلك تضحكي على طول. يعني بضلك كل ما تتذكري هذا الموقف اللي صار معك بضلك تضحكي عليه. وبعدين حبيبتي خلي الواحد يضحك على حاله، ضحكي على حالك وامشي التانية، هيك بتحسي بسعادة. بعدين يا سارة إذا بتدوري عن السعادة وفي أهداف، عمرك ما بتضحكي حبيبتي. السعادة هي الضحك على الحياة، وفي أشياء بسيطة، وكمان مع صحن كنافة ما بتحلى القعدة والضحكة غير بالحلويات. شوكولاتة، صحن كنافة. أيوة كلامكم صحيح كلكم. والسعادة كمان هي مش بس إنجاز
ولكن قدرتنا على العيش بالسلام الداخلي والسعادة في العطاء في العلاقات مع الآخرين. أنا بالنسبة لي دي وجهة نظري. مزبوط مزبوط يا حبايب قلبي. يعني السعادة بتكون مش بس بالشغلات الكبيرة اللي بتعملوها إنجاز كبير ولا بفلوس ولا غنى. لا لا لا، السعادة بتيجي بشغلات بسيطة زي الضحكة مع الصاحبات، مع القهوة الصباحية تبعتكم يا أحلى رفقات ويا أحلى صاحبات. شو رأيكم؟ عندي فكرة إنه هذا الأسبوع كليته كل يوم نتقابل، حتى لو رح نزهق بعض، بس كل وحدة لازم تطلع من التفكير تبعها اللي هي فيه. لازم ندور على السعادة بشكل خاص وبشكل عام، ونشوف شو الشغلات اللي آخر القعدة آخر الأسبوع بنشوف شو الشغلات اللي احنا استفدنا فيها من هذا القعدة. اعتبروه درس. شو رأيكم؟ بكرة اليوم أول درس، بكرة تاني درس رح يكون عندي في البيت. يا ميت أهلا وسهلا فيكم، مستناكم. أوكي؟ ميت أهلا وسهلا. سعادة ودروس كمان بدك تعطينا يا منى. هي يعني السعادة بدها دروس؟ مش عارفة. طب شو الهدف من هذا وشو الإنجاز اللي حنعمله؟ مش عارفة، بس يلا بكرة الجاي بما إنه البنات جايين. جاي أوكي، نشوف الأهداف آخرتها من القعدة والإنجاز اللي حنعمله. بدي أشوف. عليكي يا سارة، ولك حتى السعادة ما بتعرفي تعمليها غير بإنجاز وأهداف. يخرب فنك لك، يخرب فنك. إيه منى، أول وحدة لازم تعملي لها دروس هي سارة. هي سارة لازم تطلع من هالمود تبعها، مود الجدية. لك كتير أنت جدية، يخرب فنك شو جدية. إيه بكرة جاي منى، أنا جاي، حبيت الموضوع. اعملي لنا هيك شوكولاتات وحلويات بالقعدة، لأنه هيك سعادتي أنا أكتر، تطلع السعادة كلها. يخرب فنك يا سارة كل ما أتذكرك. يوه عليكي. خلاص يا منى، وأنا جاية معاهم يا حبيبتي. خلاص أحلى درس مع منى. ميسي منى، خلاص ميسي منى حتدينا دروس بالسعادة. والله يا منى عاوزين، والله يا منى عاوزين. احنا ما بنفكرش في الحاجات اللي تبسطنا، دايما بنفكر بالحاجات اللي توجع دماغنا وتعمل حاجات وحاجات مش كويسة في حياتنا. أيوة عاوزين دروس. شكرا يا حبيبتي يا منى، أنا جاية بكرة. يا ميت أهلا وسهلا فيكم حبيباتي، شرفتوني ونورتوني. أكيد رح تزهقوا مني أسبوع كامل بخلقتكم، أسبوع كامل رح أزهقكم وتزهقوني. لازم نطلع من المود هذا اللي احنا فيه، مود النكد، مود اللي بنضلنا نفكر بالأشياء اللي مو كويسة. لا خلاص بكفينا. يعني زي ما بنفكر بالنكد والأشياء المو كويسة، كمان نفكر بسعادتنا، نفكر بحالنا، الإشي اللي ببسطنا. فشو رأيكم نبدأ بالسعادة بالأشياء الصغيرة اللي حوالينا، وكل يوم ندور على شغلة صغيرة ونحتفل فيها، ما نخليها هيك إشي عابر. شو رأيكم بالموضوع؟ فكرة صح؟ ماشي منى، بس أنا عندي بالنسبة إلي عم بحكي عن حالي، عن سارة. أنا سارة السعادة عندي بترتبط لما بنجز الإشي وحقق الهدف. يعني إذا ما حققت هدفي وما أنجزت إشي، آسفة، لا هاي مو سعادة تعتبر عندي، مش مبسوطة بكون. وبعدين شغلات صغيرة بتسعدني، لا يعني مش عارفة. لا ما بحسها هاي سعادة وانبساط بالنسبة لي. عليكي يا سارة، ولك طلعوها من المود اللي هي فيه عادي. إنجازات، يعني السعادة عندك بس هي مجرد إنجازات وأهداف. لك عيش اللحظة، لك اضحكي من قلبك، ولك هيدي هي السعادة. أنا السعادة بالنسبة إلي ضحك، والسعادة مو كمان موجودة بس لما أعمل عمل حقيقي. بحب أستمتع بكل لحظة أنا. بعدين السعادة على الفوضى فيها سعادة كمان مرات، بكون مش دايما. يعني لما تكون هيك الحياة مرات فيها شوية فوضى كمان فيها سعادة. هيدا بالنسبة لرنا، أنا بحكي عن رنا، عن حالي. إيه لكان بس أنت حبيبتي إنجازات، مش عارفة كيف بدها تمشي معك السعادة. رح تطلع عليك السعادة تقلك أنت سارة يا باي ما بدي إياكي.
كلنا محتاجين لشوية توازن. السعادة في الحياة ما بتكونش في الأعمال الجادة بس، ولا في الضحك المستمر، هي في التعلم إزاي نعيش بين التوازن وبين العمل والراحة. وفي الحقيقة يمكن كمان الأهداف تساعدنا على التقدم، وكمان السعادة بتساعدنا نعيش اللحظة ونتقبل اللي احنا فيه دلوقتي. يا حلوين، هذا الدرس الثاني كمان انتهى، وفي ناس لسه بعدهم شوي مش عارفين شغلات وشغلات. شو رأيكم بكرة نجتمع في الحديقة تبعت البارك اللي موجود ورا بيوتنا، نجتمع فيه وندور على السعادة هناك. هذا حيكون الدرس الثالث. أوكي، أنا قلت لكم رح أعرفكم، لازم نطلع من المود. في بعض الناس بعدهم شغالين في المود، لازم أطلعهم. هلأ بدنا نصير ندور على السعادة حوالينا، نضحك مع بعض، ناخد شوية راحة، نستمتع بالمواقف الحلوة البسيطة، وهيك بنكون عم ندور على السعادة. بكرة الدرس الثاني، استنوني بكرة كليتنا بالحديقة. أوكي؟ عمركم فكرتوا إنه السعادة هي مش مجرد هدف ندور عليه، بل هي حالة ذهنية عم نفكر فيها، يمكن نكون سعيدين حتى في وسط التحديات إذا غيرنا طريقة تفكيرنا يا سارة. وبعتقد إنه الطريق للسعادة بيبدأ من هون، في هاي اللحظة، مش في المستقبل بس اللي بدنا نعيشه أو عايشينه. إذا تعلمنا نكون ممتنين وبنحب شو عنا، نشعر بالسعادة العميقة. شفتوا يا حلوين؟ شفتي يا سارة؟ يوه، والله كلامك صحيح يا منى، والله كلامك صحيح. بتعرفي بهاليومين انت عن جد عم بتغيري لي حياتي كلها، كلياتها. والسعادة يا حلوين هي لما منعيش اللحظة بلحظة بكل تفاصيلها، وتذكروا هاي اللحظات الحلوة معكم أو مع حبايبكم أو مع أولادكم أو في بيتكم. هاي أكتر لحظة بتخلينا نعيش السلام اللي الداخلي، مو الخارجي، الداخلي من جوا. احنا بنكون مبسوطين من جوا، وبعدين خلاص يا حلوين، هلأ احنا بنشعر بالسعادة. انا كتير عم بحس بالسعادة، يلا نحتفل، خلينا نرقص، خلينا نحتفل بهالحديقة الحلوة. يا حبيباتي الحياة قصيرة عشان نقعد مع بعض. كتير حلوة السعادة معكم، بحبكم كتير كتير. الله عليكي يا منى، الله عليكي، والله اديتيني فكرة عن السعادة غير اللي كنت بفكر فيه. عمري ما فكرت في السعادة، عمري بحياتي ما فكرت بالسعادة بالشكل ده، بس انت اديتينا طرق نحب الحياة ونحب ندور على حاجة تفرحنا. عمرنا ما دورنا على حاجة تفرحنا، ليه؟ مش عارفة ليه. انت خليتينا نفكر في الحاجات دي ونفكر في نفسنا. وانت يا رنا يا ست الكل، انت اللي تخلي المكان كله فرح ومرح. يلا نقوم نرقص مع رنا ونغير المود بتاعنا وندور على السعادة بالفرح والرقص والضحك. الله، ده انا بحبكم قوي يا حبايبي يا حلوين، ده انتوا غيرتوا حياتي، والنبي غيرتوا حياتي وغيرتوا طريقة تفكيري. دوري هلا بدي احكي، واكيد هلا رح تحكي. وبلشت المعقدة تحكي، وبلشت المعقدة بدها تفكفك عقدها. لا والله ما انا معقدة، بس انا كنت اعطي الموضوع اكبر من حجمه واكبر المواضيع، عرفتوا؟ المواضيع كتير لازم تكون سهلة، ما ضل نكبر فيها. يعني بالنسبة إلي كانت السعادة إشي كتير كبير وإشي كتير بخوف. طلعت كتير بسيطة السعادة، موجودة بكل مكان. مش شو أنا أنجزت، ولا شو أنا عندي أهداف، ولا شو حققت، ولا شو بملك بإيدي. كانت السعادة حوالي وكتير بسيطة. هاي صاحبتكم المعقدة تفكفكت العقد تبعتها بسببكم وسبب منى حبيبة قلبي. يسعد قلبك يا منى يا حبيبتي. حبيباتي يا حبيباتي، كتير أنا مبسوطة بكلامكم. المهم تكونوا لقيتوا طريق السعادة، وطريق السعادة بيبدأ من هون، المكان اللي انتي فيه.
اللحظة اللي انت فيها، مش في المستقبل بس. بكرة بدي أشوفكم كمان، لأنه حتكون آخر مرة، يعني مش آخر مرة بنشوف بعض فيها، آخر درس حيكون مع بعض، ونشوف الاستنتاجات اللي استنتجتوها من الدرس اللي أخذتوه عن السعادة. أوكي، استناكم بكرة. رح أبعث لكم اللوكيشن وين حنكون. أوكي، 100 أهلا وسهلا فيكم حبيباتي، يا رب نكون استفدنا من بعض. وأنا كتير مبسوطة فيكي سارة، الحمد لله يا سارة، عم تطلعي من المود اللي انت فيه يا سارة حبيبة قلبي. حبيباتي كلكم أهلين فيكم حبيباتي، إن شاء الله عجبكم المكان. هذا المطعم فاتح جديد، قلت لازم ندور على سعادتنا وانبساطنا في هذا المكان وإحنا مع بعض. شو رأيكم؟ حبيتوا المكان؟ كتير أكلوا زاكي بيحكوا عنه، حبينا إحنا كمان نجربه مع بعض أنا وياكم. أنا ما جربته لسه، أول مرة بجربه، فحكيت لازم نجربه مع بعض أنا وياكم. صحباتي حكوا لي عنه، قلت ليش ما نجربه كمان أنا وحبايبي حبيبات قلبي. كتير كتير حلو المكان وهادي، حبيته والله. اختيار موفق يا منى، دائما اختياراتك موفقة حبيبتي. حبيت المكان، حبيت انكم كمان انتم معي. يا عين عليكي، يا عين عليكي، شو اختياراتك دائما دائما انتي كتير حلوة، حلوة زيك يا منى، وهيك اختياراتك دائما بتفرفح القلب والله. ما بعرف، بحس معاكي انت السعادة، بتعطينا دروس عن السعادة، لك انت السعادة كلها حبيبة قلبي. قال شو بندور على طريق السعادة ونحن معنا منى، لك انت كل السعادة وكل الحب والعطاء وكل شيء حلو. انت دائما اختياراتك موفقة عن جد، اختياراتك بتعطي هيك امل وسعادة وهنا، وبعدين المكان كتير بجنن. اكيد اكله زاكي، اكيد اكله زاكي، مو اختيارات منى حبيبة قلبنا. الله، المكان تحفة تحفة يا منى، انتي اختياراتك دايما جميلة زيك يا حبيبتي، انتي السعادة كلها يا حبيبة قلبي. انا عجبني المكان قوي قوي، حبيته. وهلا هيك خلصنا درس السعادة، وبعرف قرفتوا مني وبعرف زهقتوا مني، بس هلا شو انطباعكم عن السعادة؟ غيرتوا رأيكم؟ شلتوا الإنجازات والأهداف يا سارة؟ ولازم بدي أعرف، لازم أطلعكم من المود اللي أنتوا كنتوا فيه. فشو الإنجازات اللي طلعت معكم؟ شو الأهداف اللي طلعت معكم؟ شو الاعتقادات اللي كانت مخكم وغيرتوها؟ شو استنتجتوا من السعادة؟ كل واحدة تحكي لي. خلوني أحكي، خلوني أحكي، أنا اللي لازم أحكي أول واحدة، أنا المعقدة فيكم. لهلأ بفكر إنه السعادة إنجاز ونجاح وأهداف، بس لا، طلعت السعادة كتير بسيطة. أنا كنت معقدة حالي وكنت حاطة حالي بقوقعة من القلق والتفكير، دايما خايفة ما أنجز، خايفة ما لازم كل شيء يكون مرتب، لازم ما في إشي يكون فوضى، لازم أكون دايما على شو اسمه كل شيء عندي 100%. لا، السعادة طلعت كتير بسيطة، وعم ببالغ كنت أنا بالتعقيد، كنت معقدة حالي كتير. بس كتير كتير شكرا إلك يا منى، طلعتيني من هالقوقعة اللي كنت أنا عايشة فيها، وطلع إشي بسيط بنقدر نبسط حالنا فيه، خطوة بسيطة بنخطوها بنبسط حالنا فيها، واستمتاع مع ابني ولا مع بنتي كمان، هذه سعادة أنا ما كانت عندي موجودة. وكمان والله ما كنت عارفة أنا كيف أنتم متحمليني لكم، أنا معقدة طلعت كتلة من العقد. يا الله، ما بعرف شو يعني سعادة، ما كنت أعرف شو يعني سعادة، مع إنكم كلكم يعني قعدتكم بتجنن وبشوشين وبتضحكوا وبتطلعوا النكتة من هون ومن هون، بس أنا معقدة ما بعرف كيف كنتوا مستحمليني، الله يعينكم. بس خلاص أنا من اليوم سارة سعيدة، خلاص لازم أغير وجهة نظري وأغير تفكيري. على فكرة كمان من كتر التفكير اللي أنا حاطة فيه والعقد هاي بتعمل تجاعيد،
أنا لما يصير عمري 30 سنة 40 سنة شو كتلة من التجاعيد، لازم أفكر ببشرتي. شفتوا كيف تغير تفكيري؟ تعرفوا يا بنات، اكتشفت إنه السعادة موجودة في كل مكان. كل ما ندي الناس حب نكون سعيدين، ونشاركهم في اللحظات الجميلة كمان نكون سعيدين. نعيش حياتنا في بيتنا مع أولادنا مع جوازنا بطريقة حلوة ومرحة كمان نكون سعيدين. السعادة طلعت جميلة قوي قوي وهي حوالينا دايما، بس احنا ما كناش عارفين نستغلها ونبسط نفسنا. احنا بنفكر بالحاجات بجدية، لازم الواحد يدي شوية آه راحة لنفسه، راحة لعقله. ما نفضلش نفكر في كل حاجة نعمل لها ألف حساب. لا، خليها على ربنا وهي تبقى أحلى وأحلى. يوه، أنا استنتجت استنتاجات يا عيني يا ليل عن السعادة. ما كنت فكر إنه هيك السعادة. هلأ بلشت حب للسعادة في الأشياء الصغيرة. كانت حياتي ما كنت أقولكن، والله كنت خاف، كنت حاطة حالي هيك بقوقعة من القلق، خايفة دايما. بس كل لحظة بعشتها معكم بهالأسبوع حسستني بالسعادة. وبعدين بحب أحكي لكم، السعادة بتيجي من لا مبالاة. لا مبالاة إيه؟ كوني لا مبالية، كون سعادتك هيك حلوة وبسيطة، وبنعيش اللحظة كمان. وبعدين كل ما كان في حلويات كنافة شوكولاتة كمان هاي سعادة. أنا بالنسبة إلي هذه استنتاجاتي عن السعادة، لا مبالاة وشوكولاتة وكنافة وحلويات. بعدين يا حبيبتي يا منى، والله انك انتي ما شاء الله كفو، كفيتي ووفيتي وغيرتي كل تفكيري. اهم اشي غيرتي تفكيرها لسارة. لك سارة هيدي سارة ما كان حد قادر يغير تفكيرها، غيرتي لها تفكيرها وخليتيها تنبسط. يوه شو كانت سارة، كانت سارة فظيعة. ما تزعلي مني سارة، والله أنا بحبك من صمصومة قلبي، بس كنتي كتير مكبرة الموضوع وكتير عاملة كل شي جد جد جد. انسي الموضوع. أهم إشي سارة غير تفكيرها. الموضوع اللي حكته منى أهم إشي. منى بلشتي بأسبوع كامل عملتي لها غسيل دماغ لسارة، ممتاز. أنا بحبك كتير يا منى، كتير كتير بحبك. بحبكم كلياتكم، أحلى سعادة أنتوا، أحلى انبساط معكم حبيبات قلبي كلياتكم. حبيبات قلبي، والله كتير كتير مبسوطة كتير فيكم، انه طلعتكم من مود الكآبة اللي كنا كليتنا فيه، مش بس انتي، مش سارة، مش رنا، مش فطوم، كليتنا كنا داخلين في المود، لانه احنا ما بنفكر بالسعادة والانبساط اللي حوالينا. يعني احنا بنحط حالنا في مود الكآبة وبنضلنا فيه. طلعنا من مود الكآبة وصرنا نفكر على طريق السعادة. طريق السعادة كتير سهل، لازم نفكر فيها في الحاضر والمستقبل، ويكون مستقبلنا كله حلو وكله سعادة وانبساط، ونقدر الشغلات الصغيرة والعطاء زي ما حكيتوا سعادة، وندور على السعادة كلها بتكون حوالينا. لا تنسوا هاي نصيحة كمان إلكم، حبوا حالكم. هاي السعادة الحقيقية، هاي مش أنانية، هاي الطريق السعادة الحقيقي.